السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهارده تاني يوم رمضان، يقعد عليكم الايام بخير يا رب. صوما مقبولا ان شاء الله وعملا متقبلا كده باذن الله. هنعمل صينيه فراخ كده قمر كده بالبطاطس، وهنعمل شويه رز مفلفلين بالشعريه. بصوا تحفه تحفه تحفه. هقولكم على تفاصيل وتكات في صينيه البطاطس والرز بالشعريه. ايه المشكله؟ ممكن تكون في عندي تركه انت ما تعرفهاش، انت عندك تركه اكتبها لي في التعليقات انا ما اعرفهاش، وناخد افكار من بعضينا. مفيش مشكله خالص. اللايك والشير والسبسكرايب للاحياء احلى مع غدا، عشان يوصل لك مني كل جديد، واقدر انزل لكم كل يوم فيديو وتشجعوني كده. متشكره جدا على اللايكات وعلى التعليقات بتاعت الفيديو اللي فات. متشكره ليكم جدا. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. معانا هنا كميه بطاطس كده هاخدها، طبعا مش هاخد الكيسه دي كلها، لا انا هاخد منها والباقي هحطه في التربو. كميه بقى البطاطس اللي انت محتاجه لها زي ما انت عايزه. انا خدت حوالي 2 كيلو ونص من البطاطس. تمام. ما تنسيش بقى في اللايك كده عشان ايه كده يوصلك مني كل جديد. خلاص احنا هنا اخدنا قشرنا البطاطس. هنقشر بقى كده البصل الاحمر غالي جدا في السوق ب15 جنيه. اكتبي لي في التعليقات البصل عندكم بكام. مش عارفه في ايه للبصل اللي جراله. انا بحب استعمل للبطاطس البصل الاحمر، بيديها لون وتسكيره حلوه جدا. تمام. وزي ما انت تحبي طبعا براحتك خالص. هنقشر بقى هنا البصل. تمام. وهناخد بقى كميه كده من الفلفل الرومي على الطماطم، ونروح كده على الحوض نغسلهم. تمام. هغسلهم وارجع لكم تاني. خلاص هنا غسلنا كده الخضار بتاعنا وجبناه. هنخرط بقى الطماطم وهنخرط الفلفل وهنخرط البصل، وحضرنا بقى توابلنا هنا جنبنا كده. ما شاء الله لا قوه الا بالله. الصينيه ما خدتش مننا وقت ولا مجهود، وحاجه كده طلعت قمر قمر قمر. تمام. هنخرط بقى كده ايه الخضار. تمام. حد جه بقى لي اساعدك طب اخرط الخضار؟ قلت يلا والله جزاكم الله خيرا. وانا قلت ان انا ايه هقطع ايه يلا البطاطس مع بعض كده. هقطعها ايه مكعبات، يعني ايه سميكة شوية، مش مكعبات كاروهات، لا هقطعها سميكة شوية. تمام. هقطعها كده. بصوا شايفين قطعت البطاطسية على 4 وخدتها كده ايه ورا بعض. حلوة جدا سهلة وبسيطة. البطاطس حلوة جدا في السوق اليومين دول، تحمير او صينية او بريه او اي حاجة جميلة جدا. هنا كان خلاص انا خرطت البطاطس وخرطوا لي الخضار. تمام. انا جزء من الخضار خرطناه، والجزء التاني انا هبشر جزر، هبشر طماطم وهبشر بصل وهبشر قرن فلفل. تمام. البشر مع التقطيع بيدي البطاطس نكهة حلوة جدا، وبتبقى جوسي كده ومليانة خضار كده وحلوة، وزي ما انتوا حابين. قلت يلا بقى مش هطلع الكبة، يلا ناخدهم كده في المبشرة كده ورا بعضهم. خدت كده البصل وخدت الطماطم وهضرب وهاخد كده الفلفل. ان شاء الله الطريقه دي كده تجربيها وتعتمديها وتبقى حلوه جدا. هنقولك على نوع التوابل بحطه كده على صينيه البطاطس، بيخليها في حته تانية خالص. ايه هي غدا كبيبه صيني. طعمها يا جماعه في البطاطس او في اي طاجن، بصوا بيخلي البطاطس زي العسل. حلوة جدا ومش غالية. بصي ممكن تجيبي ب5 جنيه من عند العطار، بتقعد معاكي فترة طويلة. كبيبة صيني يا جماعة حلوة جدا في صينية البطاطس. هنا خلاص حطينا الخضار اللي متقطع ترانشات على الخضار اللي هو بشرته في المبشرة. ننضف كده الرخام عشان نعرف نشتغل كده. جبنا بقى الفراخ القمر دي، غسلينها بايه؟ غسلينها بملح ودقيق وليمون. انا بصراحه عاشقه للدقيق في الفراخ والليمون، بيخلوها زي الفل ومفيش ريحه زفوره. حطينا بقى ملح، وحطينا توم باودر، بصل باودر، بابريكا، حطينا كزبره، رشه من الكمون اهي. بصوا الكبيبه الصيني، ربع معلقه على الكميه دي كلها. فلفل اسمر، دي مرقة دجاج بودرة بتخليها تحفة 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 بجد. معانا سوري، معانا هنا معلقتين من التوم عشان كمية الفراخ وكمية البطاطس كتيرة، وهي صينية البطاطس بتحب التوم جدا. هقلب بقى كل التوابل دي مع بعض، وهجيب عليهم معلقتين صلصة عشان تحمر لي الفراخ والبطاطس اكتر. اروح بس كده، يعني رحتي فين يا غاده؟ وصلت كده لحد التلاجة كده ورجعت. فيديو سهل وبسيط وسريع، مش هيكمل 10 دقايق. تكملي بس للاخر، وما تنسينيش في اللايك بالله عليكي. يعني كميه المشاهدات يعني ما بتبقاش قد اللايك، فبالله عليكي حطي اللايك عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. جبنا بقى الصينيه القمر بتاعتنا دي، حطينا فيها كده جزء من الخضار واحط عليها البطاطس. تمام.
وهقلب بقى كويس جدا لحد ما الخضار يندمج مع البطاطس بالبهارات بقى، بالملح بقى، بالدنيا كلها كده عشان تطعم البطاطس. شايفين مقطعها ازاي؟ حلوة جدا، تقطيعها حلوة جدا ان ياخد منها على الرز على طول. والتقطيع طبعا براحتك خالص. هجيب بقى هنا الفراخ، هعملها كده بالخضار كده والتوابل، وادخل كده تحت الجلد كده. بصوا عشان تاخد ايه، تتبل كده وتبقى جميله. ممكن تعمليها من بالليل لتاني يوم، مفيش مشكله، تحطيها في التلاجة تبقى احلى. ممكن تعمليها الصبح بدري، ممكن تعمليها قبلها بساعتين، بس اقل حاجه تقعد في يعني في التتبيله دي ساعه. بتخلي البطاطس والفراخ متبله جامد جدا، وبتبقى حلوه ولحمها كده بيبقى طري كده وجوسي وجميل. تمام. هنتبل كل الفراخ بتاعتنا كده. الصينيه ما شاء الله لا قوه الا بالله كبيره حلوه. بصي كل ما تتبلي كده الفراخ بتتبل معاكي، بتبقى حلوة كده وبتدي طعم جميل. تمام زي الفل. هوسع بس كده عشان اعرف ايه. ايوه. هحط بقى بقية الخضار اللي اتبقى فوق الفراخ كده، تنزل كده على البطاطس. وهجيب في البولة دي كده شوية مية، هنزل بيهم كده على الفراخ بالبطاطس عشان تعمل كده زي صوص كده حلو يتاخد كده على الرز. تمام. شايفين الصينيه ما شاء الله لا قوه الا بالله. بصوا جربوها حلوه جدا، والطريقه مش عايزه اقول لكم. وبجد هاتوا كوبيبه صيني حلوه جدا جدا في صينيه البطاطس. اجيب بس كده شويه ميه على طول. بصوا تمام زي الفل. تمام زي الفل. موسع كده على نفسي. هحط بقى تركية برضو ايه تاني، هحطش كده ايه من فوق الوش الزعتر. مرضتش احط الزعتر في التوابل، انا بحبه من فوق الوش، بيدي طعم ولون وشكل حلو جدا. اول هننزل كده ايه بالزيت، بس انا ما رضيتش انزل بالازازه، قلت هجيب بالمعلقه. احط على كل جزء من الفرخه كده معلقه من الزيت. تمام. بتدي كده لمعه وطراوه كده للفراخ حلو، وبتحمر الوش. نزلت كده عليها كده بزعتر كده من فوق الوش جميل جدا، وبيدي لون وطعم ونكهه للبطاطس حلو جدا. المكرونه والصينيه البطاطس بالفراخ بتحب الزعتر. هجيب بقى كده ايه، بصوا شايفين بقول لكم ما شاء الله قوه الا بالله، قمر قمر جربوها. هجيب كده ورق الفويل وهغطي كده الفراخ، وكنت عامله مولعه الفرن من اول ما بدات. هروح احطها في الفرن من تحت، ولما تغلي يعني غلوتين تلاتة كده هطلعها على الشبكه، وهولع المروحه، وهعري بقى ايه ورق القصدير عشان خاطر ايه تستوى. هنا معانا بقى جزء كده الجزء القمر بقى كده. انا بحب الرز بالشعريه جدا. حطيت كميه كده حلوه من الزيت ومعلقه من السمنه مش كتيره، بحط نص الكميه بتاعه الرز شعريه. تمام. يعني لو كيلو رز بحط ايه مثلا نص شعريه. طب ليه؟ بيطلع معاكي مفلفل وجميل. لو كوبايه رز بحط نص كوبايه شعريه، لو كوبايتين رز بحط كوبايه شعريه، بيطلع معاكي قمر قمر قمر، وبيطلع معاكي كده مفلفل وجميل. هنحمرنا بقى الشعريه، انا بحب اغمق الشعريه شويه بيطلع احلى. وبعد كده نزلت عليها بالرز وملح وفلفل، وهقلب كويس جدا لحد ما بصي اسمع كده الرزايه بتطقطق كده، اضمن ان الرزايه تطلع مفلفله. هنزل بجزء من الميه، وهاخد جزء من شوربه البط بتاعت امبارح عشان يطعم لي الرز، كان طلع طعمه فظيع. مرضتش احبش الرز لا ورق لورا ولا حبهان ولا مستكه لوحده، عشان كانت الشوربه محبشه من امبارح زي ما انتوا شفتوا كده، فيها بهارات وتوابل وبوكرنيه حلو جدا. خلاص هسيبه بقى لما يغلى، هوطي عليه خالص الشمع. انا مش بعرق على الرز التاني خالص غير لما يستوي. واللهم لك الحمد مش بيلزق مني. هنا بقى فاكرين المخلل اللي انا عملته معاكم؟ ما شاء الله لا قوه الا بالله، ده اول برطمان. بصوا شايفين اللون والطعم والريحه؟ شايفينه؟ حطيته بقى هنا وهدخله التلاجة. تمام. كل ما استعمل البرطمان هفضيه واحطه في التلاجة، لما يخلص اطلع عشان يفضل مقرمش. هو ما شاء الله لا قوه الا بالله مقرمش وجميل. شايفين بقى الرز وجماله؟ ما شاء الله الرزية برزتها، وشايفين الشعرية مظبوطة ازاي على الرز؟ ما شاء الله حلو جدا. شايفين صينية البطاطس طلعت بقى محرمشة وجميلة ومستوية. واشوفكم على خير، كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.